سلام البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وعلى خير. اهلين احبائي، توحشكم بزاف، توحشنا لي فيديو هذو. الفيديو اللي وعدتكم به تاع البراونيز تاع كيكه العيد الميلاد المختلفه، راح نديروها على شكل مكعبات ونكونوها على شكل هرم كما راكم تشوفوا في الصور. وهي كيكه العيد الميلاد مع مسكوتشو اللي يروحوا مباشره للمقادير بدون اطاله. 3 بيضات ونفصل البياض على الصفار، وندير مع البياض رشه ملح ولافاني، ونزيد السكر بالتدريج ونخفقه حتى يولي بياض الثلج. وكيف كيف نزيد نروح نخفق نبقى نزيد بالتدريج، نروح نخفق ثاني 3 بيضات صفار، ونزيد باقي المكونات. وفيها هذه برك المسكوتشو فيها اوليو نحط الحليب، كاس حليب، نحط كاس كريم شانتيي، هذيك لا كريم فريش ليكيد. هاني اللي هنا كملت البيض نروح لصفار البيض، نحط باقي المكونات، الزيت ولا كريم فريش، كاس 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 كاس. دوك اضغطوا برك على العنوان، نحط لكم الوصفه كامله اللي ما تقدرش تتذكرها تلقايها في صندوق الوصف بعد ما تضغطي على العنوان. ونحط لا فاني، الخميره تاعي، كل شيء. الخميره اصلا راني نسيتها، دوك نضيفها في الاخر تشوفوها معايا. المهم ما تنساوش مكوناتكم. وفيها كاس فرينه فقط، على هذا تجي خفيفه بزاف. ونخلط الخليطين مع بعض. وانا تحصلت على مسكوتشو راح نحطها مغبغي كما شفتوها في الوسمو. واش هي الخطا الوحيد اني ما صورتهاش كما طابت، مباشره قطعتها وحطيتها في طاولة التقديم. المهم نتوما تشوفوا النهاية كيفاش. مسكوتشو كامل نعرفوا نديروها. فصلت، هاكم شفتوا الخميرة درتها في الاخير. فصلت، درت قسمين باش ندير واحد بالكاكاو وواحد نخليه كيما راه، باش تكون عندي الكيكه هذيك المغبغي. هنا عندي مول جديد نظفته ونشفته بيان سور، وسوبودريتو تانتو بالزبده، سوبودريتو بالفرينه باش ما يلصقش معايا لانه اول استعمال. ونحط المسكوتشو تاعي وندير الحركه هذيك تاع المغبغي. وانا تحصلت على نوع من المسكوتشو، حبيت ندير لهم زوج انواع حلويات ومع فواكه، مع ليجو، مع لاتيه، مكسرات. وانتي درتي سهره في العيله في هذو الاجواء الممطره الشتويه، يعني كي تكون في الخارج هكذا الشتاء والمطر والثلج، يعطي هذه رائحه المخبوزات، تمد دفء مخبوزات والحلويات. نروحوا دوكا لوصفه البراونيز. عندي الوصفه الاصليه تاعو هي تجيب نصف كاس سكر بني، والكاس الاخر يكون سكر ابيض. ما عندي سكر بني، ما نبقاش نتفرج، تسمى ديما تلقاي الحلول لنفسك. عندي 3 بيضات، كاس زبده، كاس غربوع زبده، كاس نص سكر، كاس سكر عادي، ونص كاس بني. انا درتهم في زوج كاس عادي، سكر عادي. ونضيف باقي المكونات. عندي 3 ملاعق زيت، وعندي كاس غربوع كاكاو، وعندي نصف كاس شاي ولا اللي هي 3 ملاعق نسكافيه ذايبه ولا اي نوع من القهوه عندك، وعندي كاس غربوع فرينه. هذو هما المكونات. وحتى لو كان نسيت اي حاجه دوك نحطها لكم، هذا ما فيهش الخميره. وعندي 100 غرام جوز كونكاسي اضافه، دوك نحطهم لكم في صندوق الوصف. اضافه تاع الشوكولا، اي عندي 100 غرام شوكولا نوار، وعندي 50 غرام شوكولا بالحليب. الخليط هذا تاع الشوكولا وانواع الشوكولا والجوز يعطيه وحده التالكه. البراونيز اللي ما جربتوش البنات راهي مراضيه، لازم تجربوه النكهه تاعو. دوك من بعد في الاخر تشوفوا كيفاش ما بقاتش منه حتى حبه. هجموا عليه الاولاد، بنين وخفيف ومعلك ولا اروع. فيه خليط هكذا من الشوكولا، من المكسرات. وهنا في الاخر تحطي طرف تاع هكذا قطع تاع الجوز بنفس المكونات اللي في الداخل، وقطع تاع الشوكولا. هنا طاب معايا في 180 درجه مئويه، طاب معايا بدون خميره، ويطلع معاك ويجي رائع. حطي في القاعده بابي كويسون، وفرغي الخليط تاعك. هنا راح لطبق التقديم اللي هي نحطه في الاواني هذه الذهبيه شويه بريستيج، لانها حفله مش تاع كل يوم، عيد ميلاد ولا اي شيء يعني يفرحوا به اهل العائله.
قدميه. المهم انت تدخلي ملك السرور على العائله باي شكل من الاشكال، ودائما في اجواء الشتاء هذه وتحطي رائحه المخبوزات ورائحه الحلويات، يعني يضفي واحد الدفء واحد الشمل هكذا في العائله ولا اروع. بمناسبه العائله راح نهضروا من بعد على مواضيع العلاقات ودوك نحكيو عليهم ونشكلها هكذا على شكل هرم. واش عندك زيني، عندي حبات الفيريرو روشي، وعندي هذا السيني، هذا الرمز تاع العيد ميلاد 7 لانه 7 سنوات في عمره. الله يطول في عمر كل ويحفظ كل اولادنا وامهاتنا وكامل احبابنا واهلنا. ولا فيدور في النهايه يعني شكل كيما تحبي، ميني نيوتيلا حطي واش تحبي لهنا يخرج لك كعكه عيد ميلاد بشكل مختلف على شكل هرم، بنه ولا اروع، خليط من الشوكولا والمكسرات رائع. هنا وصلنا لطاوله التقديم اللي تحبوها كامل، حطيتها لكم بالغالونتي بالعقل باش تشوفوها. حطينا المسكوت وطابت معنا، قطعتها وحطيتها. كنت حابه ندير 2 انواع حلويات، شويه فواكه واش عندك قدمي ولا اي شكل. المهم فرحي اهل العائله بالشمل هذا ولميهم بهذو السهرات الشتويه نموت عليهم، يعني جو خرافي ولا اروع. وهنا ديما نشارككم بحاجه جديده كي نشريها، حاجه تاع المكسرات هذه فيها 2 انواع مكسرات على شكل وزتين. وحطيت هذو سكريات شفتوهم معايا من قبل، فيهم انواع اخرى من المكسرات ليجو اي حاجه. المهم هنا نقدم في الطاوله وانتم راكم تسمعوا فيا دائما مواضيعنا هادفه ووصفاتنا مميزه ومختلفه. اخي كي نبغي نسجل دائما. المهم شكل لاتارت هذا ماناش متعودين عليه، موالفين نديروا لاير كيك نحطوا قطع هكذا من الكيك كيما اللي يتباعوا، لكن هذا الشكل الهرمي مختلف وجديد، ان شاء الله تجربوه يعني يليق في كل المناسبات. والبنه خرافيه، دوك تشوفوا كيفاش هجموا عليه ما بقات حتى حبه. المهم قلت انا هذا الشيء وهذو الاجواء ديما يجمعوا العائله وديما يخليوا الارحام والود بين الاهل والاقارب. هذا هو موضوعنا نورمالمون. الفيديو الجاي تاع العلاقات اللي راهي هشه واللي راهي مدمره في كل العائلات، راحين نحطوا فيديو علاش العلاقات تاعنا هشه مع اهلك مع اصدقائك مع جيرانك مع اهل زوجك، يعني علاش العلاقات مفككه بهذا الشيء. يفوتوا عليا استشارات يعني سبحان الله كانت نتائجها رائعة في الاستشارة لما نعطيهم حلول، وفي نفس الوقت اكتسبت منها خبرة. والعلاقة المدمرة والعلاقة اللي ما عندهاش إضافة والعلاقة اللي دايما تستنزف فيك وحاطة نفسها دور ضحية، يعني إذا غلقت عليك الباب عاونيها. الناس اللي يحوسوا يغلقوا عليك الباب عاونيهم، ما تبقايش تحاولي فيهم لانك ما كيش متاحه وما كيش قاعده لهم وما كيش فهمتوني. ماشي حاج واحد حاب يتخلص منك وانت باقيه تحاولي فيه. اعطي قيمه لنفسك، اعطي شخصيه لنفسك، اعطي تقدير لذاتك. هذا الشيء اللي راح نتكلموا عليه باذن الله، لانه لقيته مس ناس كثار وما همش عارفين كيفاش يتصرفوا مع هذه العلاقات مع أهلك مع أهل زوجك مع كثير أشياء. نحن نحط حلول اللي وين تكتسبي فيها نفسك وتكتسبي فيها رضاك ورضا ربي سبحانه بس. المهم كيفاش هجموا عليه وكلاو. حطيتكم بعض الصور في الأخير حبايب قلبي. انتظروا الفيديوهات يعني مش بقوة، لكن ما ننقطعش لكم المدة هذيك طويلة. إن شاء الله نكون فتكم بالوصفة وفتكم بالمعلومات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام ونور على قلوبكم.